لو كنت بتدور على مكان مميز لأجازة خيالية أو بتدور على مكان تعيش فيه أجمل أوقات شهر العسل والرومانسية، يبقى تابعنا في حلقة النهاردة عشان تشوف معانا ملكة جمال الجزر الطبيعية. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. أكيد طبعاً أول تفكير جه في بالك عن الجزر الطبيعية وأجازات شهر العسل الرومانسية هي جزر المالديف أو الكناري أو أي جزيرة تانية، وناسي أجمل جزيرة في إندونيسيا، جزيرة بالي، جنة الجزر الاستوائية وملكة جمال الجزر الطبيعية اللي هتستمتع فيها بأجمل الشواطئ المائية والأنشطة الترفيهية، وهتتعرف كمان على ثقافتها ومعابدها التراثية. وهنبدأ جولتنا في جزيرة بالي وإحنا بنتعرف على كوتا بيتش، وهو واحد من أفضل الشواطئ المائية النابضة بالحيوية واللي هتستمتع فيه بأجمل الألعاب المائية والأنشطة الترفيهية، ده غير فرصة الاستجمام والاسترخاء الرائعة اللي هتستمتع بيها وسط الرمال الناعمة والأمواج الفيروزية الخلابة. ولو كنت من محب رياضة ركوب الأمواج يبقى هتحتاج تقضي وقتك في أولواتو، وده لأنك هتستمتع بمجموعة من الشواطئ الفيروزية الجميلة والأمواج العالية اللي بيوصل ارتفاعها لأكتر من 5 متر، وهي مناسبة جدا لمغامرة ركوب الأمواج الحماسية والممتعة. وعشان تتعرف على تاريخ وثقافة جزيرة بالي، فنصب باجرا ساندهي هو واحد من أهم المزارات السياحية في جزيرة بالي اللي هتقدر تتعرف فيه على تاريخها النضالي العريق. وبالنسبة لمعبد بورا أولان فهو بيعتبر بمثابة واحة من الجمال والإبداع المعكوس بكل وضوح على بحيرة براتان. وطبعاً ما ينفعش تكون موجودة على جزيرة بالي وما تستمتعش بزيارتك لأجمل الشلالات الموجودة في العالم، شلال جيت جيت، وده من أجمل المعالم الطبيعية الموجودة في جزيرة بالي، بالإضافة لقمة شلال تيجونانجان اللي بيوصل ارتفاعها لحوالي 10 أمتار، وتقدر كمان تستمتع بمغامرات الأدرينالين الرائعة في أنهار بالي مع رياضة التجديف الحماسية. ولو هنتكلم عن الهدوء والطبيعة الراقية يبقى عنوان جولتنا هيكون قرية تيرتاغانجا اللي هتستمتع فيها بأرقى صور للطبيعة الخلابة وسط المساحات الواسعة من المروج والحدائق المبهرة والتماثيل والنصب التذكارية المنحوتة بدقة وإتقان. ولأن جزيرة بالي هي المكان المثالي للترفيه والمرح وسط الطبيعة البرية، فإيه رأيك لو تاخد جولة وسط غابة القرود في أوبود وتستمتع بجولتك وسط قرود المكاك اللطيفة؟ بس خد بالك من متعلقاتك الشخصية كويس جدا، واحذر من اللصوص المشاغبة الموجودة حواليك من قرود المكاك. ولو كنت من عشاق الحياة البرية والتعرف على كائناتها المختلفة يبقى أكيد هتستمتع في بالي زو بجولات ترفيهية ممتعة وسط كائنات الحديقة اللطيفة. وهتقدر كمان تتعرف على أحلى وأجمل أنواع الطيور اللي ممكن تشوفها في بالي بيرد بارك. أو تستمتع بجولة حماسية مختلفة وسط الحيوانات الأليفة وكمان المفترسة في بالي سافاري. وعشان تفضل فاكر رحلتك الخيالية وسط الطبيعة المائية والحياة البرية للجزيرة يبقى أكيد هتحتاج تزور سوكاواتي آرت ماركت اللي هتلاقي فيه أجمل الهدايا التذكارية والمشغولات الخشبية وبأسعار مناسبة جدا للميزانية. في نهاية حلقتنا نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في جولتنا، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتستنونا في حلقة جديدة كل خميس من لف وشوف مع منفيس.